حد كاتب نفسي ربنا يحضني حرفيا. بكتب الجملة دي وقلبي متشرح من الألم، موجوع من الألم. في حاجات نزلت AI الناس كانت بتحطها ان المسيح بيحضن كده الشخص، عارفين الحركة دي؟ بدأت الناس تقول لهم ايه، بطلوا بقى فيك، بطلوا مش عارف ايه. انا حاسسها فيك وكل حاجة، بس انا دايما بحسها ان دي امنيات. بص، اي حد هيسمع لك الكلام بتاعك ده يقول لك ايه، ما ربنا بيحضنك في القداس، بيحضنك في وانت بتقرا كتاب مقدس، بيحضنك وانت بتصلي، دي حقيقة. بس فكرة الحضن الحرفي للأسف هنفضل مشتاقين ليه، لان انه يلمسك كملمس كده، جسد بجسد، اللي انت بتقوله اللي انت عاوزاه، او اللي انت احضن دي مش هنلاقيها غير فوق. لكن هنا احنا عايشين في ظل السماوات. اول ما باخد جسد الرب ودمه بقول له، انا بقولها لك بصراحه، انا بقول لك الصلاه اللي بصليها بقولها لك ببساطه، انا بقول له احضني. يعني هو جسده بيلمسني، بقول له احضني، بحس بالشعور طبطب عليا. مش حرفي، يعني حرف اللي هو هو جسد الرب ودمه حقيقي، لكن مش حرف اللي هو زي كده اللي هو، عارف انا ساعات بقرا آية بتغاظ قوي منها، بتاعت يوحنا الحبيب في رسالة يوحنا، الذي رأيناه ولمسته أيدينا. يا حبة بتغيظني، ما أنا نفسي يا عم أتحضن يا يوحنا لما تحط صدرك عليه كده إيه الشعور. أنا واثق جدا إن ربنا حتى لو حضن بشكل غير مباشر، فهو هيجي في يوم من الأيام ولما يجي ياخد وديعته اللي هي أنا، يعني بيدك طول العمر، هيحضني بشكل مباشر، شكل حرفي زي ما انت تقولي. فاعملي يمكن الصلوة اللي انا بصليها في القداس تعجبك وتحس بيها ان انا بحس بيها، لكن تعالي صليها معايا كل ما تتناولي، قولي يا رب جسدك يحضني، خليني يا رب احس بحضنك واحس بالألفة في وسط الوحدة. دايما بيقولوا لنا يا جماعة الكلام ده اللي بتقولوه في تخفيف أحمال ممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا، احنا عايزين ناس راضية وسكينة ومحدش يتغير. طب تعالى اوريك يعني سؤال اتبعت بيقول، انا سمعت الوعظة بتاعت قدسك يعني عن تخفيف احمال عن العتاب في وقت مشاكل بيني وبين مراتي كبيرة جدا، وهي اللي بعتها لي، يعني مراته هي اللي بعتت له حلقة العتاب. انا مبسوط من الوعظة دي عشان الوعظة قدرت تغير فيها اننا نعاتب بعض بجد، ونقدر نقول انا غلط من غير مكابرة. انا بشكر قدسك جدا. اول حاجة انا بشكر ربنا جدا، سيبك مني بقى. اول حاجة انا واحد بقول اللي بحسه واللي بشعر بيه واللي بختبره في حياتي مع ربنا. اول حاجة اللي انا وقعت فيها، انا عايزك تعرف ده كويس واي حد بيسمعني، برنامج سيف احمال ده دي حاجات انا شعرت بيها مع ربنا، او حاجات انا واقع فيها ونفسي اقوم منها، حاجات انا اتوجعت منها، حاجات انا اتشفيت منها، حاجات بطلب من ربنا الشفاء منها. ملهاش اي علاقة خالص بقى باني بسمع ايه او بشوف ايه. لا، انا ما بعرفش اتكلم على لسان حد. لازم تعرف بقى عن ابونا جوناثان كده، ما اعرفش اتكلم على لسان حد، انا اللي حسيته بقوله، اللي حسيته فيا انا مش في الناس. ده مبدأ لازم نحطه كده قدامنا علشان نلخص القصة دي. فوعظة العتاب ان يتبعت لي كده ان تتحل مشكلة، دي حاجة بالنسبة لي بشكر ربنا عليها. فانت بدل ما تقول بشكر قدسك، لا قول اشكرك يا روح الله القدوس. اشكرك يا روح الله القدوس ان مراتي حد جميل وهايل كده انه يبعت لي انه نتعاتب. واشكر ربنا على نفسك انك انت ما قلتلهاش ايه الكلام التافه ده، ما فيديوهات مرطرطة جايبه لي احنا نتعاتب حتة فيديو، لكن انت قلبك الحلو سمعت، وعشان قلبكم انتوا الاتنين حلو مع بعض قعدتوا سمعتوا بعض، فده اسمه تآلف الروح القدس.